السلام عليكم حبيباتي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناه. رجعت معكم بهذه الوصفه السهله واللذيذه، كتجي الصراحه رائعه للجوع ديال الحاجه حلوه. ملي كنحسوا اننا خصنا شي حاجه حلوه وما عندناش الوقت باش نوجدوها، هذه هي احسن وصفه. نجوزوا المقادير وطريقه التحضير. طبعا الفيديو غيكون خفيف ظريف وسهل. هنا اول حاجه غادي نعدلوها، غادي نجيبوا الكريم تشيز او الجبن اللي هو كريمي، اي جبن عندكم. انا عندي فيلادلفيا، عملت 3 ديال الملاعق كبار. غادي نضيف عليهم قطرات من الفاني، او يمكن لكم تضيفوا سكر الفاني. غنضيف عليهم السكر بودر اللي هي ملعقه كبيره عمره، انا عملت على 2 مراحل. وهنا غنضيف رشيشه ديال الملح، وغادي نحاول ما امكن نخلطو، يعني تنتحصل على واحد الكريمه اللي هي خاليه من الشوائب، رطبه وفحال اللي كنخدموا الكريم وفقط. يعني يمكن لكم تعملوها بالطراب، يمكن لكم فقط كما عملت انايا. كنتحصلوا على هذا القوام هذا، نخليوها جانبا ونمشيو للمرحله الثانيه ديال هذه الوصفه. المرحله الثانيه غادي نجيب كاس ديال الحليب دافي. القياس اللي غنعدل انا، نعدل فقط 2 ديال الطوست. بعد هاد الوصفه هذه كما قريتوا من العنوان اسمها الفرنش توست تيراميسو، يعني كتجيب المذاق التيراميسو. ضفت عليه هنا على ديك كاس الحليب، ضفت عليه ملعقه ديال النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان. يمكن لكم تعصروا القهوه الى ما عندكم شي نسكافيه. هنايا غادي نضيف الكريمه كما شفتوا. اذا عندكم موجوده، ما عندكمش يمكن لكم تعملوها بلاش، لانه انا سبق لي عملتها بلا كريمه، وانما هي كتزيد المذاق الصراحه روعه. هنا كان عندي نصف كاس ديال الكريمه كما قلت لكم، الكريمه الثقيله. وهنا عندي واحد البيضه. يمكن لكم تخلطوا هاد المكونات بالطراب الكهربائي او في اي خلاط كهربائي باش تنسجم لكم اكثر. انا اكتفيت بهذه الطريقه هذه، ماشي مشكله اصلا تنسجم بزاف، يعني البيضات مع هاد المكونات. في كل الاحوال في النهايه غتجي نفس النتيجه. هنا كما كتشوفوا خلطتهم مزيان حتى يعني حاولت نخلطهم مزيان. من بعد غنضيف لهم قطرات من الفاني، لان الفاني كتزول هذاك مذاق البيض. وهنا عندي 2 معالق كبار ديال السكر بودر. من الاحسن سكر بودره لانه كيذوب بسهوله مع المكونات. الا ما كانش متوفر يمكن لكم تعدلوا السكر في هاد المرحله. اما المرحله الاولى خص ضروري سكر بودر. هنا صافي مني خلطنا المكونات مزيان، جبنا الخبز ديال الطوست. انا متوفره عندي هذا النوع هذا، اي نوع متوفر عندكم يمكن لكم تعدلوها به، ماشي مشكله. غادي نجيبوا الخليط الاول اللي خلطت معكم ديال الكريم تشيز او ديال الجبن. غادي نضيفه في الوسط ديال هاد الطوست هاديه، وغادي نحاول ما نقصش الجوانب باش ما يخرجناش الحشوه، لانه حنا غادي هاد الطوست غادي نقليوه. فنعدلوا الكريم في الوسط ونخليو الجوانب شويه خاويين، ونعدلوا قطعه الخبز الثانيه على القطعه الاولى، نغطيوها باش تجي الحشوه في الوسط كما قلت لكم. ونمشيو على هذه الطريقه هذه على حسب الكميه اللي عندكم متوفره. المقادير ديال 2 قطع، وانتم يمكن لكم تضوبلوا بالطريقه اللي نتوما كتشوفوها. غادي نكمل هنا هاد القطعتين. غادي نجوز للمرحله الاخيره اللي هي المرحله ديال اننا غادي نغطسوا هذا الطوست ديالنا في هذا الخليط هذا اللي عملنا الثاني، الخليط ديال النسكافيه والحليب. فغادي نحاولوا نعمروها مزيان بهذاك الخليط. كما كتشوفوا البيضات حيت ما طحنتهمش في الطراب كيبقاو شويه عالقين، ولكن ماشي مشكله، النتيجه راها واحده، هو انهم غادي يتقلاو لنا في هذا. يمكننا طبعا نعدلوها في الاير فراير او في الفران، ولكن كتاخذ شويه الوقت اكثر من المقله. هنا المقله عندي فقط مدهونه بالزبده، ما تعمروهاش من الزيت. هنا كنوري لكم حيت الاضاءه عندي الضوء مشعول. كنعتذر، انا ما كيعجبنيش نصور بالضوء مشعول، ولكن عندنا الشتا بزاف، ما كاينش الاضاءه نهائيا. فاضطريت انني نشعل الضوء ديال العادي باش يعني يبان لكم التصوير احسن شويه. هنا ملي كنتحمرنا على الجهه الاولى كنقلبوها على الجهه الثانيه كما كتشوفوا، وصافي. هذه هي الطريقه. ما خصناش نعملوا الزيت بزاف باش ما تغرقناش بالزيت، لانه هي اصلا كتجي مفزكه، فما خصناش نعمروا المقله ديالنا بالزيت. هنا كما كتشوفوا غادي نحط شويه من هذاك المتبقي عندي ديال الجبن، الخليط المتبقي غنحطوه في الفوق،
وغادي نجيبوا الكاكاو وغادي ندردروه عليها من فوق. كما قلت لكم هذه كتجي في حال التيراميسو، بالمذاق التيراميسو الصراحه كتجي رائعه. خصكم تجربوها ضروري وتردوا عليا الخبر. من بعد ما نعملوا الكاكاو من فوق يمكن لكم تزينوها بالطريقه اللي بغيتو. انا كيعجبني ناكلها مع الكراميل، وكنصحكم انكم تاكلوها مع الكراميل لانه الكراميل هو اللي كيجيبها الصراحه مزيونه. وصلنا لنهايه الفيديو. كما كتشوفوا هذه هي الوصفه ديالنا لهذا النهار، كانت خفيفه وظريفه وفي نفس الوقت لذيذه بزاف. انا متاكده غادي تعجبكم، جربوها ما تنسوشي وتخليوا لي تعليقاتكم كالعاده اللي كتحفزني وكتشجعني. ان شاء الله يا ربي نتلاقاو في وصفات اخرى سريعه وخفيفه وسهله التحضير وتنال اعجابكم. ما تنسوش اللي اول مره كيشوف القناه ديالي يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصله كل جديد. تلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الرحمن والى لقاء اخر ان شاء الله.